يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني تخيل مثل الذي يذكر الله ويداوم على ذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، شتان بين الحي والميت، كذلك شتان بين من يذكر الله ومن يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. يعني البيوت التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويقرأ فيها القرآن مثل الحي، والبيوت التي لا يذكر فيها الله عز وجل كمثل الميت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعظم مناقب الذكر أن الله عز وجل يذكرك سبحانه وتعالى. تخيل أنت الفقير، العبد الفقير، الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى. يقول صلى الله عليه وسلم كما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا ما عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني إذا أنت تذكر الله عز وجل في نفسك الله عز وجل يذكرك، وإذا ذكرت الله تبارك وتعالى في ملأ الله تبارك وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك في ملأ خير منهم. تخيل هذا الشرف العظيم جدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل ويتلون كتاب الله تبارك وتعالى إلا تنزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تخيل هذه المناقب لمجموعة تجلس في المسجد أو تجلس في البيت أو تجلس في أي مكان تذكر الله أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرأ كتاب الله عز وجل إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإنسان إذا ذكر الله عز وجل وكان من الذاكرين أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الصحابة هذه المقدمة العظيمة جدا، يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فالصحابة تعجبوا: ما هذا العمل الذي يوصل إلى هذه الدرجات؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شرائع الإسلام كثرت علي، الأمور كثيرة، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: عليك بذكر الله. ومعاذ رضي الله عنه لما بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله، أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني الإنسان لن يعمل عمل ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى مثل أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، مثل أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فتخيل هذه المناقب العظيمة لمن يذكر الله تبارك وتعالى. مع لقاء آخر مع ذكر الله تبارك وتعالى وفضيلة الذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.